يا فنانين وحشتوني، تعالوا نتكلم ازاي نعمل درجات من الظل وللنور. ممكن جدا استخدم قلم واحد بس بتدرب فيه اني اعمل درجات من الظل والنور. اول حاجه خالص بعتمد على فكره الطبقات او اللايرز ازاي، يعني اعمل مثلا درجه لنفسي واتخيل ان دي اغمق درجه هتطلع من القلم بتاعي، وابدا اني اعمل اكبر عدد من الطبقات على نفس المساحه بس من غير ما اضغط على القلم. بس اركز كويس قوي على مسام الورقه، ان السن بتاع القلم يوصل لمسام الورقه بشكل كويس جدا ومرتب، وابدا اعمل عدد طبقات معين. يعني مثلا في اول درجة اعمل 10 طبقات، تاني درجة اعمل 9 طبقات، اللي هو بقلل عدد الطبقات بحيث ان انا اوصل لدرجة افتح، او بمعنى اصح اوصل لدرجة الضوء اللي انا محتاجاه في المساحة اللي بعدها، وهكذا. كل ما اعمل درجة تانية اقلل عدد الطبقات فيها، 8 7 6 طبقات 5 طبقات، لحد ما اوصل مثلا لطبقة واحدة بس اللي هي تكون خفيفة جدا. وطبعا كل ما بفتح بخفف ايدي على القلم بتاعي، ما بضغطش عليه بزيادة، عشان يكون الدرجات بتاعتي كلها مرتبة وفرق بينهم كويس وواضح ومظبوط. تعالوا نطبق الفكرة دي بالظبط على مجسم بسيط كده، ونشوف ازاي هنحقق فكرة الطبقات من الظل للنور، او من الدرجات الغامقة قوي للدرجات الفاتحة على شكل الكورة. وطبعا لما ببدأ التظليل بتاعي ببدأ من اتجاه الظل لاتجاه الضوء، لاني لو بدأت في اتجاه الضوء هبدأ بقى درجات اغمق من المفروض تكون عليها في اتجاه الضوء بتاعي، وده بيكون مش مرتب ومش مظبوط للتظليل بتاعي. وطبعا احاول اني اشتغل واقلل عدد الطبقات كل ما اروح لاتجاه الضوء.